من داخل دار اوبرا دمنهور بنرحب بالمايسترو حسام سمير. في البدايه يا فندم كنا عايزين نعرف من حضرتك ازاي قدرت تجمع فريق كورال اهل المغنى؟ فريق اهل المغنى الحمد لله خد فتره طويله عشان يتجمع بهذه الصوره. يعني احنا بدانا بعدد قليل جدا. لما طرحت الفكره كان الكلام ده في ساقية الصاوي، طرحت الفكره مع المهندس محمد ليه ما نعملش كورال موسيقى عربيه للهواه، والراجل رحب وعملنا استمارات وبدات ناس فعلا تتقدم. في اللي صوته جيد، في اللي صوته مش جيد، في اللي صوته جيد وظروفه لا تسمح ان هو يتدرب مرتين مثلا في الاسبوع، الى ان مع كتر الحفلات والحمد لله نجاحها واجتياز حاجات كتير جدا بدات ناس تتقدم. حتى في اماكن اخرى لما رحت عملت حفلات يعني بدات ناس كتير تتقدم بشكل كبير وملحوظ، ومره مع مره مع مره ابتدوا يكتسبوا خبره وقوف المسرح رغم ان كلهم اطباء ومهندسين ومدرسين، يعني مش مهنتهم الموسيقى او الغناء يعني. الى ان وصلوا الحمد لله لمستوى جيد. مش هنقول ان هم محترفين، ولكن بيستطيعوا ان يقفوا على المسرح والجمهور بيحترم الفن اللي بيقدمه. تمام. ايه رأي حضرتك في اوبرا دمنهور وانطباعك عنها خصوصا بعد اعجاب الجمهور بحضرتك ده؟ انا كان بالنسبه لي حلم ان انا اجي اوبرا دمنهور. انا اسمع عنها من زمان حتى من قبل ما يفتتحوها تاني. لما افتتحت الاوبرا كان حلم بالنسبه لي ان انا اجي اوبرا دمنهور، ان انا اشوف اهل البحيره واقعد في وسطهم، وده الحمد لله يعني تحقق. وكنت في قمه سعادتي، ويمكن من انجح حفلات عملتها في حياتي كلها انا كمحترف وليس كورال. مش بتكلم عن كورال، بتكلم عن نفسي انا. هذه الحفله اللي عملتها في وسط الناس الحلوه دي في هذا المسرح الجميل والاداره القيمه، كل شيء هنا جميل. في حفلات قريب لحضرتك ان شاء الله في اوبرا دمنهور؟ ان شاء الله بنستعد، بس لسه ما حددناش موعد لاغنيات الشيخ امام، وهو صاحب الشعبيه الاولى على مستوى العالم العربي بالكامل. اذا قلنا ان في اسماء زي عبد الحليم حافظ او في اسماء معاصره زي محمد منير، لكن الشيخ امام هو النجم الشباك الاول بلا شك للشباب والكبار والموجودين واللي مش موجودين. احنا سعداء بحضرتك معانا جدا يا مايسترو، وان شاء الله نشوف حضرتك قريب ان شاء الله. شكرا جزيلا.